كل يوم في البورصة المصرية في ناس بتبيع بخوف، وفي نفس اللحظة ناس تانية بتشتري بثقة كاملة. الاتنين شايفين نفس السهم، بس واحد فيهم غالباً غلط. السؤال الحقيقي: مين اللي بيحرك الأسعار فعلاً؟ كتير فاكرين إن الأسهم بتطلع وتنزل عشوائي، أو إن الموضوع حظ، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. أي حركة وراها سبب. تخيل شركة مصرية بتكبر، مبيعاتها بتزيد وأرباحها بتتحسن، طبيعي الطلب يزيد والسعر يطلع، والعكس صحيح لو النتائج ضعفت. يعني ببساطة سعر السهم بيتحرك بالعرض والطلب. لكن إيه اللي بيحرك الناس أصلاً؟ أول حاجة نتائج الشركات وتوسعاتها. تاني حاجة الأخبار والاقتصاد، زي الفايدة والدولار والتضخم. تالت وأهم حاجة هي توقعات الناس. السوق بيتحرك على بكرة مش النهاردة، وعشان كده بيقولوا السوق بيشتري الأمل وبيبيع الخوف. البورصة مش شخص واحد، دي مؤسسات وصناديق ومضاربين وآلاف الأفراد، كل واحد بيفكر بطريقته. وعشان كده المستثمر الحقيقي ما بيبصش للشاشة وبس، بيبص للشركة وقطاعها ومستقبلها. فهم حركة السوق أهم بكتير من حفظ أسماء الأسهم. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن أخطر حاجة بتضيع الفلوس، الفرق بين المضاربة والاستثمار، وليه ناس بتتعامل مع السوق كأنه كازينو وناس تانية بتبني ثروة بهدوء. لو وصلت لحد هنا اكتب فهمت في الكومنت، وأنا هكمل لك السلسلة خطوة بخطوة. أنا عم حسن، وده EGX ماب، دليل البورصة المصرية.